عليكم. النهارده ان شاء الله هتكلم على موضوع مهم جدا لازم الكل يبقى عارفه قبل ما ياخد اي دواء. الدواء ده يتاخد قبل الاكل ولا بعد الاكل؟ لان لو كان الدواء بيتاخد بعد الاكل وانت خدته قبل الاكل هيعمل لك مشاكل، ولو كان بيتاخد قبل الاكل وانت خدته بعد الاكل برضه هيعمل مشاكل. المشاكل دي ممكن تكون ضرر ليك، تعب عليك، او ممكن يكون فقدان لتأثير الدواء او تقليل من تأثير الدواء. عشان كده قبل ما ناخد اي دواء لازم نسأل الصيدلي او الطبيب الدواء ده بيتاخد قبل الاكل ولا بعد الاكل. الادويه اللي بتتاخد بعد الاكل ممكن تكون بتتاخد بعد الاكل علشان بتسبب تهيج للمعده. يعني ايه تهيج للمعده؟ ممكن تسبب ترجيع، تعمل اسهال، تعمل مغص، او تعمل التهاب في المعده او قرحه في المعده. وبرضو من الادويه اللي لازم تتاخد بعد الاكل هي الادويه الحمضيه، لان الادويه الحمضيه لازم تمتص في الوسط الحمضي، فبالتالي بتتاخد بعد الاكل عشان تقعد فتره طويله في المعده فتمتص في المعده وتخش الدم وبالتالي الجسم يستفيد منها. لكن لو اتاخدت على معده فاضيه مش تقعد فتره كبيره في المعده، فبالتالي مش هيمتص منها جزء كبير. برضو من الادويه اللي لازم تتاخد بعد الاكل ادويه الفم، جل في الفم عشان الفطريات او عشان الالتهابات، او نقط الفم عشان الفطريات او عشان الالتهابات. وبرضو لو اسبريل الفم، اي حاجه للفم لازم تتاخد بعد الاكل، لان لو خدتها وخدت بعدها هي اكل، الاكل بيقلل من مفعول هذه الادويه. فلازم ناخد بالنا كويس جدا ان الادويه تاخد بعد الاكل ولا قبل الاكل. والفيديو الجاي هيقول لكم على الادويه اللي تتاخد قبل الاكل. السلام عليكم.